يا اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن فيلم عصابة الماكس. فيلم اكشن وكوميدي. الفيلم عمل 25 مليون و700 الف جنيه لحد يومنا النهارده بعد مرور 7 اسابيع على عرضه، وبالشكل دوت هو احتل المركز الخامس ما بين الافلام في شباك التذاكر. هل الفيلم فيه جرعات كبيرة من الكوميديا والاكشن؟ النهارده هنستعرض كل حاجة عن الفيلم، سلبيات وايجابيات بدون حرق. الفيلم بطولة أحمد فهمي، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان. شارك في البطولة لبلبة وروبي ومحمد لطفي وحاتم صلاح وأسقس وأحمد فهيم، وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف. الفيلم بيتكلم عن شخص بيعمل عمليات سرقة ونصب لوحده، بيتورط في عملية سرقة كبيرة، وعشان يقوم بالعملية دي لقى نفسه مش هيقدر يعملها لوحده، فقرر إن هو يجمع مجموعة حواليه ويعملوا العملية دي مع بعض. العملية هتبقى مكونة من أكتر من فرد، الأفراد دي كلها قريبين من الشخص ده. مع مرور أحداث الفيلم بيكتشف ان الاشخاص اللي حواليه، لانهم اشخاص متضادين ومختلفين في الطباع، بيورطوه في مواقف وبيعطلوه اكتر عن انجاز المهمه او السرقه اللي هو عايز يعملها. دي فكره الفيلم باختصار. لو هنتكلم عن الايجابيات، اول ايجابيه عندنا هو المشهد الاول للفيلم، المشهد الافتتاحي. المشهد دوت معمول بطريقه ان هو يشد المشاهد، معمول بطريقه حلوه وفخمه، تصوير فخم وموسيقى حلوه واحداث بتشد الى حد ما. الايجابيه الثانيه هو اغنيه روبي. اغنيه روبي الاولى في الفيلم كانت اغنيه حلوه الصراحه. روبي كان عندها اغنيتين في الفيلم، الاغنيه الاولى كانت حلوه وعجبتني. الايجابيه اللي بعد كده نقطه او حدث ما كان بيحصل في القصه بدون ما احرق القصه. كانوا الابطال بياكلوا تفاحه معينه، بعد ما بياكلوها بيحصل لهم بعض الاوهام او الهواجس، بيشوفوا حاجات مش حقيقيه وبيشوفوا حاجات على وضع مش طبيعي. التحول ده الى حد ما انا شفته كان مضحك وحلو، وهو اكتر حاجه كانت حلوه في الفيلم، وكانت بتطلع لي كوميديا كتير، لانها الى حد ما تعتبر كوميديا موقف، اشياء غير منطقيه وغير متوقعه بتحصل قدامك. شخص يكون شكله كده ويتقلب بشكل تاني، حد يشوف حاجه ما تكونش على حقيقتها لانه واقع تحت تاثير التفاحه اللي كلها دي. ايجابيه كمان هو الديكورات والملابس والعالم اللي اتبنى في الفيلم ده. الى حد ما الصوره كانت مرضيه بالنسبه لي. الفيلم انا شايف انه مصروف عليه الى حد ما لان فيه نجوم، فكانت الصوره مخدومه من ناحيه الديكورات والملابس ومواقع التصوير، ودي ايجابيه حلوه جدا انا شايفها في الفيلم. والحقيقه صناع الفيلم كان مهم قوي يستخدموا نقطه القوه ديت بانهم يستغلوها اكبر استخدام، بحيث ان يطلعوا لنا فيلم اقوى من اللي احنا شفناه. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم على ايجابيات قبل ما ندخل على السلبيات. ايجابيه تانية، الفيلم كان فيه نجوم كتير ونجوم كبار، احمد فهمي ولبلبه، احمد السقا وروبي وغيرهم كتير. العناصر ديت كان المهم قوي نستخدمها في قصه قويه وفيلم قوي. الفيلم كان فيه ضحك الحقيقه انما مش كتير، واعتمد قوي على كوميديا الالفاظ او النكت او الافيهات. كان في بعض المشاهد اللي كان فيها كوميديا الموقف لكنها ما كانتش كتير. لو هنيجي نتكلم عن السلبيات، تحس من اول 5-6 مشاهد في الفيلم ان الفيلم ده اتعمل باستعجال، وكأن مثلا كانوا عايزين يعملوه بسرعه وينزل في العيد. وده ظهر جدا في التمثيل، لما تبقى عارف ان الممثلين اللي قدامك ممثلين كبار وعملوا اعمال قبل كده قويه ومهمه، بس في مشهد معين قدامك التمثيل بتاعهم ما كانش مقنع، او بتفلت منهم بعض تعبيرات الوش اللي مش في مكانها، فتلاقي ممثل بيكلم ممثل ورد فعل الممثل اللي بيسمع او تعبير وشه مش مناسب للي بيتقال. واللي اظهر لي العيب المونتاج، كان بيركز على وشه في لحظه اصلا التعبير بتاعه مش مناسب للكلام اللي بيتقال. ده اتكرر معايا في اول 5-6 مشاهد. العيب التاني برضو اختيار الممثلين اللي مش في مكانهم. من اول برضو 10 دقايق في الفيلم بلاحظ ان الطفل الصغير تمثيله مش مقنع. انا عارف جدا ان توجيه الاطفال في التمثيل بيكون صعب في الافلام، لكن برضو الاختيار يكون مهم وتوجيههم والشغل معاهم يكون مهم. الطفل حسيته بيأدي الجمل اللي قدامه، ما خدش قدر كافي من التوجيه. ضيوف الشرف في الفيلم ما اضافوش كتير للفيلم، ده غير ان حسيت ان الفيلم اخد منهم اكتر ما اداهم. احمد السقا، هشام ماجد كان موجود في اول 5 دقايق في الفيلم تقريبا، ادانا جرعه حلوه، انما اظن ان احنا كنا محتاجين نشوف مشاهد كتير ليه في الفيلم. حمو بيكا كان موجود وكان ليه مشهدين او اكتر في الفيلم. الحقيقه انا ما شفتش اضافه كبيره لضيوف الشرف في الفيلم، الا انهم يجذبوا بس مشاهده ومشاهدين وايرادات اكتر للفيلم. احمد السقا كان موجود في مشهد واحد، المشهد كان عادي ولكن نهايته كانت مرضيه الى حد ما. كان في مفاجاه في نهايه المشهد دوت، وده اللي خلاني اقول ان اضافه احمد السقا في المشهد ده كانت موفقه الى حد ما، رغم انها كانت مسروقه كده برضه وتحس انها اتعملت باستعجال. الحقيقه ان ضيوف الشرف اضافتها في الافلام بتبقى مجازفه شويه وسلاح ذو حدين، لان في اي فيلم مهم جدا ان المشاهد يتواصل جدا مع الشخصيات الموجوده في الفيلم. ففكره ان ضيف الشرف يجي مشهد او مشهدين في الفيلم
الفيلم ما بديش فرصه للمشاهد ان هو يتواصل قوي مع الشخصيات، وان الشخصيات دي تاثر فيه فعلا تاثير عميق. اي شخصيه بتظهر في الفيلم انا مهم عندي اعرف الدوافع بتاعتها النفسيه واعرف مداخلها الداخليه كلها، وكل ما تكون الشخصيه مهمه في الفيلم ورئيسيه في الفيلم مهم المشاهد يتواصل معاها اكتر. صحيح ان ضيوف الشرف لما بييجوا بتبقى ادوارهم مش كبيره قوي، ولكن مهم قوي ان انا اقدر اتواصل معاهم كمشاهد وتديني وقت اشوف احداث ليهم. حاجة تانية في الفيلم ما فيهوش اي مفاجآت، واي فيلم عشان يبقى حلو لازم تحط لي حاجات واحداث غير متوقعة، ابقى انا قاعد متصور شيء فانت تديني عكس التصور اللي عندي، او حاجة تكون بعيدة عن ذهني، فده اللي بيخليني مشدود للاحداث وعايز اكمل الفيلم للاخر. الفيلم تقريبا ما فيهوش اي مفاجآت، بيعرض لي قصة عصابة عايزة تقوم بالسرقة بتاعتها لاخر الفيلم. حاجة تانية في الفيلم هو الكوميديا اللي فيها بعض التنمر. الحقيقة كان في اكتر من افيه، 3 افيهات باين او 4 كان فيهم تنمر. على سبيل المثال في الفيلم فكرة ان انت بتاكل تفاحة والتفاحة دي بتغيبك عن الوعي، التفاحة دي لونها اسود، فالممثل بيسأله هي دي تفاحة امريكاني؟ فبيقول له لا دي تفاحة افريكاني زي ما انت شايف. حسيتها مش حلوة قوي فكرة انها تفاحة سودا فاقول عليها افريكاني، فهل مثلا لو كانت تفاحة بيضة كنت قلت عليها تفاحة اوروبي وكانت هتضحك؟ فالافيه ده الحقيقة انا ما حبيتهوش. افيه تاني اتقال في الفيلم من غير ما احرق الاحداث، حد من افراد العصابة بيقول لحد تاني بيبص على جثة في الفيلم وبيقول له انت جايب لي جثة واحد بتاع بصل، فافيه زي ده فيه سخرية برضه. افيه تاني احمد فهمي بيتكلم على حمو بيكا وخطيبته بتقول له هو انت بتغير عليا من حمو بيكا؟ فبيقول لها هو انا هغير من ثلاجه زي دي؟ الكوميديا من النوع دوت اللي فيها سخريه كتير من الاشخاص مش دايما بتكون مطلوبه، وانا شخصيا ما بحبهاش. الفيلم كان فيه مشاهد كتيره كان ممكن ان احنا نشتغل عليها اكتر ونطلعها احسن من كده. مشاهد كان فيها كوميديا الموقف، لو كانوا اشتغلوا عليها قوي وركزوا قوي على كوميديا الموقف كان الفيلم هيبقى في حته تانية تماما. مشهد من المشاهد مثلا حد عنده المصران فرايح يتعالج او رايح يعمل عمليه عند حد او طبيب بيطري، فالمشهد ده كان ممكن يطلعوا منه ضحك كتير قوي لو كانوا اشتغلوا على الحوار واشتغلوا على الموقف دوت من الناحيه الكوميديه. وفي كذا مشهد بالشكل ده، عشان كده تحس ان الفيلم اتعمل بسرعه وباستعجال. حاجه تانية برضو تحس ان في نص الفيلم كده خرجوا عن قصه الفيلم او خرجوا عن سياق الفيلم. العصابه في طريقها لتحقيق هدفها او انها تحقق السرقه بتاعتها، فبيدخلوا قريه بيعيشوا في القريه دي شويه وبيحصل لهم مواقف جوه القريه، خرجنا عن قصه الفيلم خالص وبعد كده بنرجع للقصه تاني، فهنا القصه الحقيقه خرجت عن المسار بتاعها. بعض الحاجات برضو اللي كانت بتوضح ان هم كانوا مستعجلين شويه او مفيش دقه في تنفيذ الحاجات اللي في الفيلم او اللقطات اللي في الفيلم. حمو بيكا المفروض ان هو بيموت في الفيلم او بيتقتل فبياخدوه يحطوه في حفره عشان يدفنوه، وهم بيدفنوه كانوا بيحطوه في الحفره عشان يحطوا فوقيه التراب ويدفنوه. الكاميرا بتصور حمو بيكا من ظهره وكان باين جدا ان ده مش حمو بيكا وان ده دوبلير عنه، فانا كمشاهد لاحظتها. مشاهد الاكشن ما كانتش معموله باحترافيه قوي وكان فيها استسهال، ونلاحظ ده في طريقه التصوير للمشاهد. في مشاهد كانت متصوره قريب جدا من وجوه الممثلين اثناء الضرب والمعارك، واظن ان هم صوروا بالطريقه ديت عشان ما يظهرش اي عيوب في الضرب. فكره ان احنا بنضرب ومصورين بس الوجه او مصورين لحد هنا ما بيظهرش للمشاهد التفاصيل وما بتظهرش العيوب للمشاهد في المعارك. مشهد لروبي وهي بتضرب رصاص ماسكه مسدسين وبتضرب شمال واليمين، الكاميرا برضو مركزه على الجزء الفوقاني بس وهي بتضرب شمال واليمين، وبتجيب لنا في لقطات تانية الناس وهم بيترموا شمال واليمين، فده كان استسهال شويه في صنع المعارك والاكشن. الفيلم ده بيثبت لي حاجه بانه دايما اهم حاجه في اي فيلم حلو هتشوفه هو بناء الشخصيات، هو تعاطفك وتواصلك مع الشخصيات اللي في الفيلم ده، حتى لو كانت القصه مش عميقه جدا، حتى لو كانت الاحداث متوقعه ومفيش مفاجآت في الفيلم، حتى لو ما كانش فيه ضحك كتير في الفيلم. فكره بس انك تعمل لي شخصيات قويه وشخصيات عميقه وشخصيات انا كمشاهد افهمها كويس واتواصل معاها بعمق، دي اهم حاجه في الفيلم. عشان كده لما نيجي نتفرج على الافلام القديمه ببقى انا عارف القصه وعارف كل الافيهات اللي هتتقال وكل الحاجات اللي هتحصل، ومع ذلك بتفرج عليه تاني لان الشخصيات معموله حلو، الشخصيات انا حابب اتفرج عليها وبتواصل معاها بسهوله. الفيلم ده والصراحه افلام كتير قوي الفتره ديت ما فيهاش الجزئيه دي، لانها اصعب جزئيه في الفيلم، جزئيه بناء الشخصيات، جزئيه ان كل ممثل ياخد دوره ويدرسه قوي ويعرف كل تفصيله فيه ويأديها قدام الكاميرا. لو هنتكلم بقى على الاداء التمثيلي في الفيلم، الاداء التمثيلي كان عادي، يمكن اكتر حد اداني اداء جيد في كام مشهد هو حاتم صلاح، خصوصا في مشهد الاتوبيس لما كان بيتكلم عن مشكلته وازاي اتسجن. حاتم صلاح الحقيقه بيجتهد دايما في اغلب ادواره، وده اللي احنا لاحظناه في اغلب الادوار اللي عملها مؤخرا. الخلاصه يعتبر الفيلم ده فيلم متوسط، ممكن تتفرج عليه وتتبسط، لكنه كان عنده فرصه اكبر انه يكون احسن من كده بكتير. انتاج كويس ومتكلف، ممثلين كبار، كنا نشتغل على الشخصيات اكتر والسيناريو والكوميديا والاكشن والاحداث الغير متوقعه، كان الفيلم ده هيكون في حته تانية خالص. تقييمي للفيلم هو 6 من 10. سيبوا لي تعليقاتكم، هل الفيلم ده عجبكم ولا لا لو انتوا شفتوه، وايه الافلام اللي حابين نراجعها، وحطوا لايك واشتركوا في القناه واشتركوا في صفحاتي فيسبوك وانستجرام وتيك توك. اشوفكم على خير يا ابطال في مراجعه جديده، والسلام.